هذا الوقت حياة البدائية بظروف الحجرية في زمن حديث العام. التي تتكون من 5 أفراد ترأف إلى السكن في مراحيض عمومية كان يحرسها الأب المصاب بأمراض عدة أقعدته عن العمل. اللي يحس بالطن يحرك زويرتن يلوح بالحمل من فوق الظهر يطور والطور من الجوع يخوف ينطح مولاه بالقرون يطور على المحرات والتراكتور وذلك أضعف الإيمان ضد القهر والطغيان. كل معاه فوق كتافنا شايلين وحديد قنطار والبيبان مسدودة فوجئنا بقف المسمار قمصار شفار لاح سوارته في البحر فكر شحوت بالعماشي غدار يونس نبي بلاد مسكن في واحد النهار توبس نبدا فكرشو مرجع للدار فكرش الحوت ماشي في خاطر وإلى على صبر أيوب صبرناه إلى على صبر أيوب صبرناه من لينا الوقوف والانتظار تبغاو يخيطوا لنا الجيوب ويدفوا لنا الشعار القهرة ما دفها من الرحار القهرة ديالنا فايدة صفار شي 7 معفر شي 7 معفر بالثروة يتكبر يجمع مال قارون وحرام يصور وشي بالجوع كفر ما لا يقدر يهدر ولا حتى يعبر ياكل لقمة بجهده الحلال ويصبر يتسنى طلوع فجر لفجر الجوع قفطان موسخ يصفر الجوع قفطان موسخ يصفر كرش إنسان جوعان عورته مسطورة تظهر الفقير بلا مال بصير يلعبوا به الكرة فرضا فيا وفرضا فيكم مع المستبلاد اليوعى تاريخ مذكورة يا فقير افتح عينيك وعرف الصورة من الصورة ما تبقاش تمد يديك فوقك هنا من صورة ما تستناش من حد يعطيك تعلم تدور معورة راه الحياة قلبها مغرورة والدنيا قلبها مسعورة حقق مزيان في الصورة. يا ابنه يجي السجون نحيي كذلك فناننا بزيز الذي يعني السنوسي الذي تعرض يعني المحاولة يعني التهديد لأنه التسلية ديالو جسديا من طرف من يسمون أنفسهم كما كنعرفهم ديك البلطاجية والعياشة. هدو السنوسي هو فنان ديال الشعب كذلك لأنه يخرج مع شباب 20 براير يخرج مع الشعب وكيفاش مابقاش كيدوب فيها لأنه مع الشعب وكيهدوا الآن بالقتل. نحييهم عاليا وتحية لكم. سنواصل الكفاح سنواصل الكفاح.
هذا هو الفنان موعد الحاقب الذي طاح عليه البرق وما كان خلف السجن. واليوم الظاهر عايقه الحسيس والقصوبي الدولة قسمة نفخها ودينا دوبي دوبي. بداية بكم صلاحية. لا تذكر لائق لا عيش لائق ولازم حد يقدر يقول لك وحينما يقولوا عشان ذلك وحينما يقولوا كل خط عنا الخالف عشان الشعب يعني أود في هذا الشريط أن أتحدث معكم إخواني أخواتي تحت شعار دليت شعوري على المذكور التغيرات والتطورات التي وقعت في بلادنا خلال العشر سنوات الماضية إلى يومنا هذا. الذي يقوده جلالة الملك برامج تعود بالنفع العميم على الساكنة وفق مخططات المقاربات الجديدة التي قوامها البعد الاجتماعي وركيزتها المواطن الأولى بالرعاية والاهتمام.